وصفة دياي بدر. عندي شرايح من صدور الدياي قطعتها بطريقة عرضية ونظفتهم، وعندي مجموعة من التوابل راح أذكرها لكم تحت الفيديو مع الترجمة، وراح أتبل الدياي فيها واتركها على جنب. بعدها راح أسوي الخلطة الجافة اللي هي عبارة عن طحين ونشا، وكذلك مجموعة من البهارات هم راح أكتبها لكم تحت الفيديو. الحين بنسوي الخلطة السائلة. انتوا راح تشوفون أكثر من بيضة، بس انتوا راح تحطون بيضة، المقادير عندكم بيضة، لأن أنا مضاعفة الكمية. وراح ناخذ من الخلطة الجافة مع الصودا، كله مكتوب لكم تحت الفيديو. الحين عندي 3 خلطات، وهذا الصوص راح أسويه على جنب. الوصفة فيها فلفل لمحبين الفلفل. الحين ناخذ صدور الدياي اللي تبلناها نحطها بالخلطة السائلة، بعدها الطحين، وبعدها على طول على التحمير الغزير. راح نحمر شرايح البرجر، نشيلها من الصوص ونحطها بالبرجر. وهذه وصفة دياي بدر.